هاي، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الحلقة الرابعة من سلسلة المصري الاصلي. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن بوبي سان سكرين اكسترا لايتنج. انا كنت جايبة منهم 2 لان كان في اوفر 2 بسعر واحد، فعجبني الاوفر وقلت اجربهم من بعد تجربتي السيئة اللي كانت مع السان سكرين بتاعهم اللي هو الجل للبشرة الدهنية والمختلطة. تعالوا اقول لكم عن رأيي وانهي واحد حبيته اكتر وليه وايه المميزات وايه العيوب. مكتوب عليه انه SPF+ 50، ومكتوب عليه ان هو كمان بيحمي من الUVA والUVB. طبعا لازم اي سان سكرين او صن بلوك نجيبه نتاكد ان هو مكتوب عليه ال3 حاجات دول، ان هو بيحمي من الUVA ومن الUVB، وكمان الSPF اللي فيه ازيد من 50. لو اقل منها لا، لو اعلى منها اوكي تمام عادي. مكتوب كمان عليه ان هو ضد البقع الداكنة او السوداء، بيحمي حماية عالية، وكمان مكتوب عليه انه خفيف جدا ولكل انواع البشرة وضد المياه. يعني لو حطيتيه على ايدك وجبتي على ايدك المياه تأثيره مش هيروح، على عكس باقي السان سكرين تانية. ولو نزلتي بيه البحر برضو تأثيره مش هيروح. من الحاجات المكتوبة عليه ان القوام بتاعه خفيف، وان هو بيفتح الرؤوس السوداء، وحتى لو كانت البشرة متأكسدة هو بيفتحها. تجربتي معاه بقى، هو قوامه فعلا خفيف، ما بيسببش طبقة دهنية رخمة كده بعد ما افرده على وشي، على عكس الاصدار بتاعهم القديم بجد كان وحش قوي. كمان الوايت كاست او الطبقة البيضة يعني بيسببها، بس لما قريت عن صن بلوك لقيت ان الاغلب بيسبب وايت كاست او طبقة بيضة، وبيقولوا كمان ان دي علامة مميزة. بصراحة ما قريتش قوي في الموضوع، بس لما اتاكد من المعلومات هبقى اقول لكم. زي ما انتوا شايفين الطبقة البيضة مش باينة قوي، هي خفيفة جدا بتروح على طول، بس ده ما يمنعش ان هي بتظهر. بالنسبة لتفتيح او لا، احنا في الشتاء حاليا فمفيش حد بيسمر في الشتاء، لكن بالنسبة للصيف بصراحة ما لاحظتش فرق قوي ان هو فتحني او كده. وبالنسبة للدارك سبوتس، ما عنديش دارك سبوتس او ما عنديش رؤوس سودا حاليا يعني. بالنسبة لاني لما بحطه بحس بلمع او لا، بيبقى فيه لمعة خفيفة، لكن بعدين خلاص متبقاش موجودة. من ضمن المكونات اللي مكتوبة عليه ورا وهو ان هو فيه شيا باتر او زبدة الشيا، زيت الجزر، وزيت جوز الهند، واخر مكون خالص فيه مية. ومن ضمن مميزاته برضو ان هو على عكس النوع القديم اللي كان جل للبشرة الدهنية والمختلطة، ان هو ريحته مش مزعجة خالص خالص. ريحة التاني كانت بجد مزعجة، ده ريحته مش مزعجة خالص. في ريحة بس ريحته مش مزعجة خالص. دي كانت المميزات. بالنسبة لي العيوب، طبعا مش هنحط ان بقى فيه ان هو بيسبب الوايت كاست، دي من العيوب لان احنا قلنا ان اغلب السان سكرينز بتسببها، وكمان ده دليل على ان هو بيحمي كويس. من ضمن عيوبه بيبقى في اوقات الحر الشديد قوي قوي في الصيف. انا بشرتي من النوع اللي هي بتعرق بشدة، ففي الصيف مع يوم حر جدا والبشرة بتعرق طبعا، فبيعرق وبيبقى كارثي لما برجع احط مرة تانية. طريقة الاستخدام بتاعت اغلب السان سكرينز عموما، وهو ان احنا بنحط الكمية المناسبة على بشرتنا قبل تلت ساعة من ما نخرج او 20 دقيقة يعني تحديدا، وبعد كده بنبدأ نتعرض للشمس. ال20 دقيقة دي بتبقى كفاية جدا علشان السان سكرين يبدأ يبقى فعال على بشرتنا ويحمينا من الشمس. طيب ايه هي الكمية المناسبة؟ ازاي نعرف ان دي الكمية المناسبة؟ عندنا 3 طرق. اول طريقة بالسنس كده، بالاحساس، اللي هو خلاص احنا حطينا على بشرتنا وحاسين ان كفاية قوي يعني، وحاسين ان احنا لو حطينا اكتر من كده بشرتنا مش هتمتص. تاني طريقة عندنا وهي ان احنا نجيب معلقة شاي ونحط من السان سكرين بتاعنا عليها لحد ما نملى نصها، وده يبقى المقدار بتاع بشرتنا ورقبتنا الاتنين مع بعض. تالت طريقة عندنا وهي ان لو السان سكرين بتاعنا بيطلع خط رفيع او بيطلع كمية قليلة، فبنجيب الوسطى والسبابة وبنحط عليها الكريم في خط ماشي كده موازي مع الصباع، وبتبقى دي برضو الكمية المناسبة لبشرتنا ولرقبتنا. طبعا لو كان بيطلع كمية اكبر فمش هنحتاج ان احنا نحط
على الصباعين الاتنين. وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا بحاجة، ولو عايزيني اعمل ريفيو عن اي حاجة ياريت تكتبوها لي في الكومنتات. باي.